ازيكم عاملين ايه؟ المرة دي بقى عملت زبدة فول سوداني، عملتها سادة وكمان بالشوكولاتة. اسهل حاجة اصلا ممكن تقوموا تعملوها، بجد مش تاخد منكم 10 دقايق وهتكون جاهزة على الاكل على طول. وبتطلع احلى من بتاعت بره بكتير جدا، وكمان نتيجتها مضمونة ان شاء الله. يعني مش هتبوظ منكم ولا اي حاجة، يعني لانها خطواتها بسيطة جدا ونتيجتها ان شاء الله مضمونة. وكمان تقعد معاكم فترة طويلة في التلاجة، مش هيحصلها اي حاجة. ولذيذة جدا زي ما انتم شايفين كده. بصوا القوام بتاعها مظبوط الحمد لله. ولذيذة يعني مش هتاخد منكم وقت خالص، وكمان زي ما قلت لكم هي بتطلع احلى من بتاعت بره بكتير جدا. وبصوا بقى الشوكولاتة منها. بس لا عمر تشوفوني، يا ريت تعملوا سبسكرايب للقناة وتفعلوا الجرس عشان يوصلكوا كل الفيديوهات الجديدة اللي بنزلها. ويا ريت كمان تاخدوا لفة في القناة وتتفرجوا على كل الوصفات اللي بقدمها. وصفات كلها سهلة وسريعة وبسيطة جدا. بصوا بقى هنا بوريكم لما اخدت زبدة فول سوداني بالشوكولاتة. بصوا بقى بتتفرد بسهولة ازاي. جبت كده عيش توست او اي نوع عيش بقى، مش شرط توست، عيش فينو، عيش بلدي، اي حاجة. اي عيش عندكم تفردوا كده. بصوا الفرد سهل ازاي، مظبوط. او عايزه اقول لكم ريحتها بقى لعشاق الفول السوداني، يعني هتحبوا جدا الوصفة دي طبعا. يعني ريحتها وطعمها ما شاء الله خطير جدا. بصوا بقى السادة منها، فردها كمان اسهل واسهل من بتاعة الشوكولاتة كمان. وعلى طول يعني انتوا هتجهزوها، ممكن تاكلوا منها على طول اصلا، مش محتاجين بقى تستنوا انها مثلا ترتاح او تدخل التلاجة او الكلام ده. لا عادي يعني ممكن تاكلوا منها على طول. وتدخلوها طبعا التلاجة بقى خلاص عشان تفضل حافظة روحها. بصوا بقى كده، اول حاجة جبت الكبة وهنزل بنص كيلو من الفول السوداني. بس يفضل ان احنا نكون جايبينه من مكان يكون بيبيع فول سوداني نوع نضيف، يعني ما يكونش نوع مش حلو، عشان بتفرق قوي في طعم زبدة الفول السوداني في الاخر. تمام. وهبدأ بقى اديها اشغل الكبة كده واطحن الفول السوداني كويس خالص. وبعد ما اطحن كده شوية لازم افتح الكبة واقلب بالمعلقة كده شوية، عشان بس ايه، اسلك الدنيا بس كده، والكبة تعرف تكمل ايه طحن في الفول السوداني. وهي بتاخد لها حوالي يعني من 7 ل10 دقايق كده عشان توصل للقوام المناسب يعني. احنا هنا بنطحن الفول السوداني من غير اي اضافات عليه خالص. خلاص هو كده تقريبا وصل للقوام المناسب. هطلعه بقى، انا عايزه اخد بس شويه من الكميه. هاخدها في طبق عشان هشتغل بنص الكميه، اعمل نص الكميه بالشوكولاته ونص الكميه ساده. فانا خدت نص الكميه كده في طبق بره، بس الاول هشيلها على جنب زي ما انتم شايفين كده. وبعدين بقى هسيب باقي نص الكميه في الكبه زي ما هي. وهنزل على الكميه اللي انا سايباها في الكبه دي بمعلقه عسل كبيره، عسل ابيض. وبعدين هنزل بالزيت، 3 معالق كبيره كده من الزيت. ورشه ملح بسيطه خالص. وهشغل بقى الكبه تاني بالظبط، يعني دقيقتين او اقل من دقيقتين، وهتلاقوا القوام بقى حاجة خطيرة خالص، ناعمة وسهلة الفرد. وخلاص كده هي الوصفة كده خلصت خلاص، بتاعة زبدة فول السوداني السادة كده خلصت. هوريكم دلوقتي القوام بتاعها. انت شفتوه برضو في اول الفيديو، بس هوريكم برضو ازاي هي قوامها الحمد لله ظبط. الموضوع بسيط خالص، محتاجناش مكونات كتيرة، وكمان حلوة ومفيدة وتدي طاقة كده وحاجة كده يعني تنفع كده الواحد يحلي بيها بقه.
وطبعا يعني عايزه اقول لكم الاطفال هيحبوها جدا اكيد، يعني من غير كلام يعني. هنجيب بقى برطمان كده يكون بس نظيف جدا وما يكونش فيه اي اثار ميه او اي حاجه. وهحط بقى زبده فول سوداني الساده، الكميه اللي انا عملتها. كل ما احط كده اضغط بالمعلقه بس عليها، عشان ايه؟ ما اسيبش اي فراغات جوه البرطمان، عشان يعني ايه ما اسيبش اي هواء او فراغات جوه البرطمان. بصوا بضغط عليها بس بالمعلقه كده زي ما انتم شايفين كده. بصوا، بصوا الجمال، ما شاء الله. حاجه كده يعني سهله وسريعه جدا. آه، يعني بجد لا جميله، يعني انصحكم ان انتوا تعملوها ان شاء الله، مش هتندموا باذن الله يعني. هنا بقى باقي الكميه اللي هي شلتها على جنب، هرجع احطها في كبه تاني. بعدين هجيب الشوكولاتة اللي هي قابلة للدهن دي، بتتباع في أي سوبر ماركت. هحط منها معلقتين كبار كده مع كمية الفول السوداني اللي أنا كنت شايلاها على جنب، زبدة فول سوداني يعني. بس وهديها ايه طحنة كده في الكبة. لو ملاحظين اهو، بصوا قلبت لونها شوكولاتة. قوامها برضو الحمد لله ظبط. هوريهولكم برضو. طلعها كده في بولة الأول قبل ما احطها في البرطمان، عشان انا عايزه ازود بقى معلقه كده شوكولاته قابله للدهن تاني، عشان حاسه ان لونها لسه فاتح. انا بس كنت عايزه اديها اول ضربه كده مع اول معلقتين شوكولاته في الكبه، بس بعد كده احط بقى انا معلقه تاني كده شوكولاته سبريد من غير الكبه، واقلب بقى الشوكولاته اللي هي السبريد او اللي هي قابله للدهن يعني. حطيت معلقه كبيره تاني، يبقى كده يعني استخدمنا 3 معالق كبيره من الشوكولاته القابله للدهن. معلقتين في الكبه اتضربوا في الكبه كده مع الفول السوداني، ومعلقه بعد ما طلعناها من الكبه، عشان تغمق اللون كده وتدي ايه اللون الشوكولاته الحلو كده. ولو تلاحظوا انا مش هحط هنا في زبده الفول السوداني بالشوكولاته، مش هحط اي عسل ولا هحط زيت. لان هي الشوكولاته قابله للدهن اصلا مسكره، وكمان فيها نسبه زيت وكده، فانا مش عايزه الموضوع يسكر قوي، ولا برضو عايزه الموضوع يبقى يعني مزيت كده والزيت واضح فيه، لا مش عايزين كده. بس ونزلت بقى الكميه في البرطمان. برطمان برضو طبعا لازم يكون نظيف جدا، ويكون يعني لو في اي اثر ميه يتنشف كويس خالص بمنديل او فوطه نظيفه. ونخزنه بقى براحتنا في التلاجة، هيقعد معانا فترة كويسة خالص، مش هيحصل له حاجة. وزي ما انتم شايفين كده النتيجة النهائية، القوام ما شاء الله عليه، يعني جميل وطري وسهلة الفرد، وحاجة كده ما خدتش مننا وقت ولا مجهود، يعني زي ما انتم متعودين. انا بحب اعمل فيديوهات كلها سهلة وسريعة وبسيطة جدا، ما تاخدش مننا وقفة كتير في المطبخ بقى وتعب وفرهضة وكده. فاتمنى يكون الوصفه المره دي عجبتكم، وشكرا جدا لمشاهدتكم ومتابعتكم. ما تنسوش بقى تاخدوا لفه في القناه كده، وتتفرجوا على باقي الوصفات اللي بنزلها، ان شاء الله تعجبكم وتتبسطوا بيها. ويا ريت كده اي حد بقى بيجرب الوصفات يعرفني بقى ويكتب لي على الكومنتات وكده. وشكرا جدا ليكم.